هزت جريمة قتل مروعة محافظة واسط بعدما أقدم رجل على قتل طليقته ووالدتها في حادثة أثارت صدمة كبيرة في الأوساط المجتمعية. وبحسب ما رووه ذوي الضحيتين فإن الخلافات العائلية كانت مستمرة منذ فترة لتنتهي بجريمة أليمة خلفت حزنا عميقا. اليوم حل بينا حادث أليم، فاجعة كبرى. اليوم انقتل منه 2 نساء اكو خلاف عائلي بيناتهم. هذا الخلاف العائلي تولد الى قتل الابرياء. يعني مرة هي متزوجة وطلقتها، انتهى الموضوع، بس صار خلاف بيناتهم بالمحكمة وادى الى قتل المرأة وامها بغير وجه حق. هذا استغل خروج زوجها واولاده طالعين للشغل الصبح، واجى للبيت دق الباب، طلعت المرأة قتلها وبيتها وياها قتل 2. وقال ذوي الضحيتين إن ما جرى سبب صدمة كبيرة للعائلة والأقارب، مؤكدين أن الخلافات العائلية لا تبرر مثل هذه النهايات المأساوية، وطالبوا الجهات المعنية بالإسراع في إلقاء القبض على الجاني ومحاسبته لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. والجاني حاليا لاذ بالفرار، والحد الآن القوات الأمنية ما ألقت القبض عليه. نتمنى من القوات الأمنية إلقاء القبض عليه، تنفيذ العدالة به، وما عندنا أي شيء. طبعا هذا شيء غلط، اكو قانون واكو محاكم هي اللي تحل هاي الأمور. الأسباب تافهة. الأسباب شنو؟ الأسباب هي سابقا كانت زوجته وطلقوا بيناتهم، ومجرد هي رفعت عليه قضية ما نفقة، هاي لا أكثر ولا أقل. نطلب من القوات الأمنية تلقي القبض على الجاني، لأن إذا ما لقت القبض على الجاني يصير مشاكل وإحنا بغنى عنها. وهم ما قصروا، طلعوا المحل الحادث، سووا كشف وإجراءات، وكل الإجراءات كملوها. جريمة أسرية مروعة تهز مدينة الكوت وتعيد إلى الواجهة ملف العنف داخل الأسرة. ذوي الضحيتين في انتظار موقف حازم يضع حدا لمثل هذه الجرائم ويعيد الإحساس بالأمان إلى المجتمع. من محافظة واسط، حمزة الزرقاني، التغيير.